تخيل أنك تمشي في الجبال وفجأة تلاحظ هذه الصخرة الغريبة. شكلها ليس عاديا، بل يشبه طائرا ينظر في اتجاه محدد. هل ترى ما أراه؟ إنه أشبه بالهدهد، الطائر المرتبط بالأسرار والرسائل منذ القدم. لكن السؤال هنا، هل هذا مجرد تشكل طبيعي أم إشارة تكنيزية تخفي وراءها سرا خطيرا؟ دقق في التفاصيل. اتجاه المنقار مهم جدا، فهل يمكن أن يكون يشير إلى هدف معين؟ مغارة، صخرة مميزة، أو حتى دفين مخفي؟ وهناك شيء أخطر. البعض يقول من يعبث بهذه الإشارة تصيبه لعنة، لكن الحقيقة قد لا تكون هناك لعنة، لكن الخطر الحقيقي هو التسرع والجهل بالمكان، لأن أي خطأ في الفهم قد يجعلك تضيع الوقت أو تدخل في مكان خطير. الآن القرار لك، هل ترى هذا المجسم دليلا على كنز حقيقي أم مجرد خدعة بصرية صنعتها الطبيعة؟ اكتب رأيك بسرعة، هل هو سر دفين أم مجرد وهم؟